ليش رحت عسكري؟ كانت الحقيقه العسكريه اول شيء. انت تخرجت من كليه الملك عبد العزيز الحربيه. نعم. اللي هي لا تخرج في السعوديه ضباط القوات المسلحه الحربيه. نعم صحيح. طبعا كانت دورتنا في خميس ومشيط، دوره الطلاب الجامعيين. اللي يسمونهم الجامعيين. سنتين ذي ولا لا سنه. هذا كان سبب تعليمنا، فتاثرت بشبيب. اول شيء، ثاني شيء ذيك الوقت كان الميزانيه متاخره وكانوا موقفين التوظيف لين تصدر الميزانيه. وكانت سنه، وانت تعرف عندنا عيب انك تاخذ من ابوك ريالات رايح جاي. ما يصلح. قالوا ما في فتح العسكريه، فدخلتها سبحان الله. والله لا عندي واسطه ولا عندي شيء. كان جاي متخرج من كليه الهندسه. والله لا ذاك الوقت كان والله الواسطه تمشي كل شيء. كانوا ناس يعني مع احترامي لهم متخصصات ثانيه ما فيها تعب ولا فيها شيء. صح، يعني مدحت القصمان بن سيده ولا اي والله مدحتهم. وقال شو اسمه، خلينا نسمع شيء منها. طيب والله ماني بحفظها، بس انا اذكر اني دخلت عليه والرجل حالق شاربه. قلت هذا وش هو؟ اوفا. انما تعرف السوالف تونا لازم بدو. طبعا. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. وين الشنب؟ وين الشنب؟ رجال من راح. حول والله يوم جيت الله يجزاك خير، قلت انا جايبك بقصيده. انا قلت وش انت؟ قلت انا ناصر السبيعي. محمد الله اسمي كذا السبيعي. قال لي نعم. قلت ابيك توظفني. قلت الله اثر. ومن حظي انه جاي واحد معه سايطه معه ورقه. من رابع قصيم مثله. لا جايين عن طريق رجال ثاني معه ورقه صفراء. وتخصصها الظاهر بالجغرافيا ما ادري وش. كيف حالك؟ هو مهندس. قلت وشفتها اعطوها اللي والله يجزاه خير. هذا اسمه تحفظ عليه على الكبله طلعنا. طيب. قلت افزع لي يا طويل العمر، افزع لي الله يجزاك خير. الله يطول عمرك. انا مهندس. قال لا والله التقديم تخلص وما ادري وش. قلت ابو ورقه الصفراء هذا وش هو؟ هذا قبلت. ترى جغرافيا. ولا هندسه. قال قلت الحين خذ هذه. هذه وش يقول؟ قال هذه. قلت هذه قصيده. قال انا والله ماني بحب القصيد. لا يوم زعلت انا صراحه وخلاص. قلت ما عاد والله ما عاد وظيفه. قلت كان يحب اللي يطلق من شاربك انا اقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا. قال ما تلاحظ انك قيل ادب انت. الحين جاي تتوسط وتقول هالكلام. قلت انا اقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان عنده حس ثابت يحب الشعر وقال تفزع لي يا مسلم. هندسه يا مسلم والله تسال عنها يوم القيامه. انا ادري. وجايب جغرافيا. شنو؟ مع احترام خريجين الجغرافيا. المهم يعني انه مسك نفسه من الضحك. قال خلاص سجل اسمك عند الزهراني واحد رئيس المكتب. قلت والله ماني راح اسجل اسمي. الرجال دخلوا تكفى يا لواء فلان دبر اموري. لا والله يا ابن الحلال ما طلعت من عنده وانا متحطم لانه ما عاد بارد. الرجل بارد. قال خلاص يا ابن الحلال بنحاول. لا حول ولا قوه الا بالله. وسلت يدي والله طلعك حلال. والله ما كملت يومين لم يتصل علي يقول يلا روح لخميس مشيط العسكريه. رغم انا والله كنت افضل اني اروح مدني. كنت ابى احضر ماجستير ودكتوراه